السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، معاكم مس ميرنا عماد. هنبدأ النهاردة في أول محاضرات الإنجليش، ومعانا دلوقتي مع بعض نبدأ في قاعدة الإنجليش وهي البريزنت سيمبل. معانا أول زمن أو أول قاعدة البريزنت سيمبل اللي هو زمن ايه؟ المضارع البسيط. طيب، اول حاجه لازم نعرفها عن الزمن ده وهو بيستخدم في ايه اصلا. ده زمن انا لما احب اعمل منه جمله يبقى انا عايزه اقول ايه من البدايه. اول حاجه او الحاجه الوحيده اللي هو بيستخدم فيها اللي هي ايه؟ اللي هي تعبير عن حقائق وعادات وروتين يومي. يعني ايه يمس الكلام ده؟ حقائق يعني حاجات حقيقية في الدنيا، حاجات ايه هتحصل، حاجات حصلت، حاجات بتحصل كل يوم مثلا. تمام، زي مثلا الشمس بتطلع الصبح، النهار مثلا بيطلع بالليل، المية مثلا بتتجمد في درجة حرارة منخفضة جدا وبتغلي مثلا في درجة حرارة عالية جدا كده. اي حاجة من النوع ده يبقى ايه؟ تستخدم في زمن المضارع البسيط. طيب، نعرف بعد كده تكوينه. المضارع البسيط ده بيكون عبارة عن ايه؟ الجملة عندنا بتبدأ بالفاعل عادي جدا اللي هو I أو you أو we أو they. تمام، ده الفاعل الايه؟ الفاعل الجمع. طيب، بعد الفاعل ده بيجي مين؟ بيجي الانفينيتيف اللي هو المصدر، فعل في المصدر عادي خالص. طيب، لو الفاعل مفرد الهي والشي والات، تمام، هيجي بعدها برضو مصدر. طيب، بس مش بيجي مصدر ويسكت، لا، بيجي مع المصدر حروف زيادة. ايه هي الحروف؟ اس واي اس واي اي اس. طيب، بنحطهم امتى دول يا مس؟ هنعرفهم دلوقتي. تمام. طيب، في اي فعل عادي، اي فعل عادي خالص، تمام، بايه؟ بنحط له الاس. تمام. طيب، في افعال بتبقى ليها نهايات معينه بتخلينا ان احنا ايه؟ نحط اي اس او نحط اي اس. طب ازاي يمس الكلام ده؟ يعني احنا لو عندنا فعل بينتهي بالاس اس او بالسي اتش او بالاس اتش او بالاو او بالزد او بالاكس، تمام، بنضيف عليه اي اس. يعني لو احنا عندنا فعل عادي فوق زي مثلا بلاي هنحط في اخره اس. طب لو عندنا فعل زي واتشد هنضيف في اخره اي اس يبقى واتشز. تمام. طيب، الحالة الثالثة اللي معانا اللي هي امتى بنحط اي اي اس؟ بنحط اي اي اس لما يكون الفعل منتهي بحرف الواي. بنعمل ايه؟ بنحش الواي وبنحط اي اي اس. طب احنا ليه يا مس فوق كتبنا كلمة بلاي عادي وحطينا في الاخر اس؟ طب ما دي منتهية بواي. قال لك لا، في شرط هنا اهو عشان تعمل كده. الشرط انه ايه؟ يسبقه حرف ساكن.
يسبق مين؟ يسبق حرف الواي، يعني قبل الواي يكون في حرف ساكن. لو في حرف ساكن يبقى هنحوش الواي ونحط IES. مفيش حرف ساكن يبقى هنسيب الواي زي ما هي وهنحط معاها ايه؟ الاس، مش هنحط IES. زي مثلا مثال زي كلمة study. study اخرها واي، تمام، وقبلها حرف ساكن اللي هو الدي، مش اخرها حرف زي حرف الايه متحرك. يبقى في الحالة دي study لما نيجي نستخدمها في جملة في المضارع البسيط هتبقى كده، هتبقى studies. تمام، حشنا الواي وحطينا ايه؟ IES. طيب نيجي لنقطة تاني في الزمن ده، وهي ان احنا لما نحب ننفي. تمام، زي ما احنا عارفين ان احنا لما هنحب ننفي مع الجمع اللي هو I واليو والوي والزي هنستخدم فعل مساعد. طيب فعل مساعد عندنا اللي هو ايه؟ الفيرب to do. طيب مع الجمع بنستخدم do، بس لما هننفي هنقول ايه؟ هنضيف not يبقى don't، زائد الفعل ايه؟ في المصدر بتاعنا عادي جدا اللي احنا عارفينه. طيب مع المفرد الشي والهي والات بنستخدم ايه؟ بنستخدم كلنا عارفين does. بنستخدم ايه؟ does، ولما نحط لها not تبقى ايه؟ doesn't. طيب زائد ايه؟ المصدر عادي خالص. طيب هنلاحظ حاجة لما هنيجي نكتب الجملة بتاعت doesn't. هي مثلا جملة زي ايه؟ هي، ثواني، جملة زي he doesn't play، مش هتبقى plays هنا، مش هنحط اس، ماشي. football ايه مثلا، نكمل باقي الجملة بس عادي مش هتفرق معانا دلوقتي. المهم احنا بنقول he doesn't play football. ليه يا مس ما حطيناش اس هنا؟ ليه ما حطيناش اس هنا؟ ما حطيناش اس هنا عشان احنا جبنا verb to do. طول ما verb to do دخل على الكلمة بيخلي المصدر اللي بعده او الفعل اللي بعده في المصدر يعني بدون اي اضافات، ولا اس ولا اي اس ولا IES. تمام كده؟ طب يا مس انا مش حابب ان انا انفي بكلمة doesn't، عايز استخدم كلمة never. ما هي never برضو للنفي. هيبقى الفعل بتاعها ازاي؟ هتبقى he never played football. في الحالة دي احنا ايه؟ رجعنا الاس عشان مع never. لو ما كانتش مع never كانت مع doesn't كنا ايه؟ هنقول play مش plays. طب يا مس انا عايز اعمل سؤال بالزمن ده، اعمله ازاي؟ طول ما احنا عندنا do او does بنخليهم هم بداية الجملة وبنسأل بيهم، يبقى do او ايه؟ does. تمام، وايه؟ بنسأل بيهم. بعد كده السبجكت بتاعنا عادي، بعد كده الايه؟ المصدر عادي جدا. وبرضو لما بنحط دو او داز لما بنيجي نحط الفعل هنا اهو بنضيف معاه ايه لا سوري، ما بنضيفش معاه ما بنضيفش معاه الاس. ليه؟ عشان عندنا دو وداز زي ما احنا قلنا، فالاس هنا مش بتتحط. زي مثال هنا زي ما نقول داز شي كوك ويل. طيب كوك هنا كان المفروض يتضاف لها اس عشان عشان شي مفرد، بس احنا ما ضفناهاش. ليه؟ عشان بادئين الجمله بداز، وزي ما احنا لسه قايلين ان دو وداز لو دخلوا في الجمله
تمام، يبقى الفعل بتاعنا يتشال منه ايه؟ اي اضافات ويفضل زي ما هو. طيب اجابة السؤال اللي بيبدأ بدو او does بتبقى اجابته يا يس يا نو، ملوش اي اجابة تاني. طيب لو انا عايز سؤال ما تكونش اجابته بيس او نو، انا مش عايزه اسال هو عمل الحاجه دي ولا ما عملش، هي طبخت ولا ما طبختش ولا اي حاجه. عايزه اقول مثلا هي بتطبخ امتى، او هي بتاكل امتى، تمام، او هي طبخت فين. تمام، هيبقى السؤال ازاي؟ هنحط اداه استفهام. تمام، اداه استفهام، اداه زي ما احنا بنحط عادي جدا من ادوات الاستفهام، اللي هو where when what، اي حاجه من الحاجات دي. وبعدها بنحط do او does، وبعدها الفاعل بتاعنا اللي هو السبجكت، بعدها ايه؟ المصدر. جمله مثلا زي اللي فوق دي لو عملناها سؤال هتبقى ايه؟ مثلا where does she cook؟ where does she cook؟ إجابة السؤال ده هتبقى ايه؟ she does cook in the kitchen. هنا سأل على مكان، ما سألش عن هي طبخت ولا ما طبختش. تمام. طيب عندنا حاجات مهمة جدا يا مس، تمام، واسمها ايه؟ ظروف التكرار. دي حاجات بتتكرر كتير مع الزمن ده بالذات، زي كلمة always، وكلمة usually، وكلمة often. تمام، وكلمة ايه تاني؟ وزي كلمة rarely معناها نادرا. تمام، وزي كلمة sometimes يعني أحيانا، وكلمة never يعني أبدا. طيب always معناها دائما، يعني على طول على طول على طول. usually يعني عادة، ممكن يعني ساعات وساعات. غالبا often، sometimes أحيانا. rarely نادرا. never يعني أبدا. طيب الأفعال دي مهمة جدا جدا وبنستخدمها كتير قوي مع الزمن ده، عشان ايه؟ تخبرنا بعدد المرات، عدد مرات ايه؟ تكرار الحدث. يعني الحدث ده بيتكرر على طول، شوية وشوية، ما بيتكررش أصلا، كل فين وفين مثلا كده. طيب بتيجي امتى الظروف دي في الجملة؟ بتيجي قبل الفعل الأساسي، قبل فعل أساسي في الجملة. طيب وفين تاني يا مس؟ بس بتيجي بعد verb to be اللي هو ايه؟ اللي هو am أو is أو are. بتيجي بعدها ايه؟ الظروف دي، ظروف التكرار، وبعدها بيجي ايه؟ الفعل اللي هو ايه؟ الانفينيتيف بتاعنا اللي هو في المصدر. اي فعل بقى، play drink eat، اي فعل خالص. طيب ظروف التكرار دي بس مكانها بعد الفيرب تو بي يا مس؟ لا، ساعات بتيجي اول الجمله، بس بتيجي ايه؟ بنعمل فاصله كده وبعدها، مثلا زي ما نقول sometimes مثلا ايه، ونعمل فاصله كده اهو ونقول we go to the club. احنا ساعات بنروح النادي. sometime احيانا، ونكمل باقي ايه الجمله. طيب ظروف التكرار دي بنستخدمها في اي وقت في الجمله كده اهو؟ لا. ملحوظه هنا اهو بيقول لك ايه؟ نضع ظروف التكرار مع سؤال يبدا بكلمه how often. تمام، وبيبقى شكل السؤال بالمنظر ده، بيجيب لك how often، بعد كده do او does عادي جدا، بعد كده السبجكت
بعد كده الفعل بتاعنا. طيب example هنا اهو. how often do you walk to school؟ هيرد يقول له ايه؟ I never walk to school. انا مش بتمشى، انا بركب. تمام. مثلا بركب العجلة بتاعتي، بابا بيوصلني بالعربية، اي حاجة من الحاجات دي. يعني ظروف التكرار اللي احنا خدناها من شوية بتتحط في اي وقت في الجملة، في اي حتة؟ لا، ما بتتحطش في اي حتة. طب بنستخدمها في اي وقت؟ لا، بنستخدمها بس مع السؤال اللي بيبدأ بايه؟ بهاو اوفن فقط. وبكده تكون خلصت حصة النهاردة، واشوفكم على حصة جديدة وقاعدة جديدة من الانجليش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.